السلام عليكم وحلقة جديدة مع الدرع. عندنا النهاردة حلقة قوية وكالعادة فيها ردود نارية. هنخش في العناوين ومنها إلى التفاصيل، ولكن في البداية فضلا وليس أمرا الشير والدعم واللايك، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. هنخش في عناويننا. بعد مؤامرة اتحاد الكورة على الأهلي لمصلحة ننوس عين الدولة، الأهلي يطالب بنشر مديونيات الأندية في بيان رسمي علشان يكشف المؤامرة اللي عملها اتحاد الكرة على النادي الأهلي ومجاملة ننوس عين الدولة قلبا وقالبا. ثم معانا الغندور. بعد أما النادي الأهلي عمل البيان وطالب اتحاد الكرة بالكشف عن مديونات الأندية، خالد الغندور يحرض الزمالك بتقديم طلب رسمي بالكشف عن عقود اللعيبة، والأمر طبعا متعلق بعقد زيزو اللي 5 مليون جنيه في اتحاد الكرة. بس كده؟ لا، هتخبط لايك علشان معانا الأهلي يؤدب مصطفى يونس، ومصطفى يونس يرد ان هو النادي الأهلي. ثم معانا الدبابة المالية اليو ديانج وعقد جديد لانج في النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلقة يا رب تنول إعجابكم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، وانصر أهلنا في فلسطين وأعز الإسلام والمسلمين، واحفظ مصر والأمة العربية والإسلامية أجمعين. خش في المواضيع بتاعتنا على طول. بعد المؤامرة بتاعت اتحاد الكرة السافرة اللي ظهرت للناس كلها، إن اتحاد الكرة على رأي المثل اللي بيقول لك ايه، علم في المتبلم، على رأي الاتربي يصبح ناسي. لا، ده جدول في المتجدول يصبح زمالك. تخيل اتحاد الكورة مش عارف يضحك على الناس، مش عارف يداري على الترمخة بتاعته والمجاملة الكبيرة لنادي الزمالك. في المفروض ان نادي الزمالك موقوف كيب، اتحاد الكورة قال ايه؟ بجدول المتجدول. تخيل فلوس عزيزي المشاهد بقالها سنين كتيرة قوي على نادي الزمالك ما بيدفعهاش، فاتحاد الكورة يتفق السنة اللي فاتت على الجدولة، ثم يجي السنة دي يتفق على الجدولة ويدوا الزمالك رخصة للبطولات الأفريقية غير يعني مستحقة ومخالفة للوائح والقوانين، ويتحايلوا على القانون ويقول لك ايه بقى، اصل الزمالك السنة اللي فاتت إدارة والسنة دي احنا بنتعامل مع إدارة تانية. طبعا منتهى التدليس، منتهى الضحك على العقول، منتهى المجاملة الصارخة. ويطلع أنصاف الإعلاميين وإعلام الصرف الصحي يقول لك إن الأهلي بيتجامل، وإن اتحاد الكرة بيجامل النادي الأهلي، وإن رابطة الأندية بتجامل النادي الأهلي، وإن الكرة الأرضية وكوكب المشتري بيجامل النادي الأهلي، القلم اللي انتوا شايفينه ده بيجامل النادي الأهلي، كل الناس بتجامل النادي الأهلي، إنما الزمالك لأ. والفلوس اللي تتجدول في جدولة في جدولة في جدولة عادي مفيش مشكلة. نطلع نعمل بيان رسميا ونعلن فيه ان تم تسوية المديونات بتاعت الزمالك بجدولتها، ونفاجئ ان النادي المصري بيتوقف كده علشان عليه فلوس. طب هل دلوقتي في مبدأ تكافؤ فرص؟ للأهلي ادفع والأهلي ما بقيش فلوس، المصري يتوقف كده، انما الزمالك ننوس عين الدولة نقعد نهشكه وندلعه. رئيس وزير شباب والرياضة زملكاوي، هاني ابو ريده اللي ممدوح بيه عباس طلع قال له انت محسوب على الزمالك اونطه، فلازم يقدم فروض الولاء والطاعه، لازم يقول لهم لا انا مش اونطه، صح كده؟ وتتم الترمخه وتتم الالعاب الدنيئه على النادي الاهلي، وفي الاخر ننشر غسلنا على احبال المظلوميه، وهكذا الزملكاويه. ماشي، هنخش على خالد الغندور، بس اخبط لي لايك. بعد ما النادي الاهلي طالب اتحاد الكوره بنشر مديونيات الانديه، بيلاقينا الغندور في البرنامج بتاعه المحور اللي هو المفروض ان هو برنامج محايد، ولكن طبعا ما فيش حياد عند الزملكاويه، يعني حدث ولا حرج. لقيناه بيطلع فكره ان الزمالك يقدم طلب لاتحاد الكوره بالكشف عن عقود الانديه. طبعا يعني إذا لم تستحي فافعل ما شئت.
لما الاهلي طالب الكشف عن مديونيات الانديه، فدي مديونيات انديه لدى اتحاد الكوره. انما انا اكشف لك اللعيب اللي عندي واخد كام، انت مين، شكلك انت وناديك، انتوا بتعملوا ايه. قلنا مرارا وتكرارا طبعا عشان العقد بتاع زيزو، فبيقول لك ان الزمالك بيطالب اتحاد الكره بالكشف عن عقود لعيبته او اللعيبه بتاعت الدوري، او خاصه النادي الاهلي. يعني تقدر تقول ده لبيراميدز؟ رقم واحد. رقم اتنين، تقدر انت تكشف لنا عن عقود لاعبيك؟ دي رقم اتنين. رقم تلاتة، واللي انتم مش عايزين تفهموه، ان انديه العالم كلها الكبيره وبما فيهم النادي الاهلي عملاقكم طبعا وتاج راسكم ووسيدكم واللي حارقكم، في حاجه اسمها عقد مع النادي اللي بيسجل مع اتحاد الكوره، وعقود اعلانيه. عقود اعلانيه. هل العقود الاعلانيه دي ما تمتش تحت انظار الدوله؟ لا، تحت انظار الدوله. هل الاهلي ما دفعش ضرايبها؟ دفع ضرايبها. لكن انت علشان حقود وقلبك اسود وكاره للنادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما عقدتك النفسيه ودايما راكب عليك وحطك في الارض ومخليك مش قادر تاخد نفسك زي السوسته، ضاغط عليك كده، مش مديك فرصه تطلع تشم نفسك. تمام؟ فالنادي الاهلي يا حبيبي عامل عقود ثنائيه، بمعنى عقد مع شركه الكوره بيتضمن العقود الرعايه والاعلانات والفلوس اللي داخله للاعب، والعقد اللي بيتحط في اتحاد الكوره. هل لما الاهلي عمل العقود بتاعت الاعلانات مع شركه الكوره، هل كده اختفى عن نظر الضرايب؟ تبقى مغفل وتبقى جاهل وتبقى متعمد التدليس علشان تضحك على الناس. العقود الاعلانيه بتتم تحت عنايه الضرايب للشركات اللي عامله الاعلانات، وطبعا شركه النادي الاهلي اللي متسجله وليها سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. يا جاهل يلي ما عندكش غير اللون بتاع الياقه ده اسود فقط لا غير، فتطلب انت ان اللعيبه يتنشر عقودها ليه؟ هو انا علشان انت ما عندكش رعايات ولا اعلانات ولا لعيبتك بيجي لهم اعلانات فبتضطر تعمل لهم عقود كبيره وتسجلها في اتحاد الكوره، هتيجي تعلق خيبتك عليا انا؟ النادي الاهلي مثال يحتذى به، الاهلي مثال للنزاهه والشفافيه اللي انت بتطالب بيها يا حبيبي. النادي الاهلي فخر مصر وافريقيا والشرق الاوسط. قطع لسان اللي يتكلم عن النادي الاهلي. ومن هنا بننقل على الكابتن مصطفى يونس اللي ليه تصريح غريب قوي، بيقول لك انا ما جبتش سيره النادي الاهلي في حاجه ولا سيره اشخاص. امال اسامه حسني ده كان ايه، بسكويت باللبن؟ ولا الكابتن خطيب ده كوكتيل مثلا من عند فرغالي في المهندسين؟ ده انت مسكت الراجل بابشع الالفاظ والاوصاف واتهمته انه حرامي وفاسد، وازاي اسامه حسني ياخد 5 و4 مليون وازاي واتكلمت عن الاهلي انه مفسده. 5 سنين من الهرتله ومن التجاوزات في حق النادي الاهلي اللي خيره عليك، واللي عملك مصطفى يونس، واللي خلاك ليك لازمه، واللي خلاك دلوقتي بتطلع على الشاشات وبتسمع، وللاسف محسوب على النادي الاهلي. تطلع لما النادي الاهلي بيتقدم بشكوى للمجلس الاعلى للاعلام عشان يخلصونا من العنجهيه والغرور بتوعك والتدليس وانك انت ما عندكش ادله، بترمي النادي الاهلي والناس اللي فيه بالباطل. فلازم يبقى في حل. بره اتعاملت قانونا واتقدم فيك بلاغات واترفع عليك قواضي، واعلاميا المفروض ان النادي الاهلي قدم النهارده وامبارح بلاغات للمجلس الاعلى للاعلام ضد مصطفى يونس للتجاوزات الفجه الشيطانيه اللي بيطلع يقولها على النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بيؤدب مصطفى يونس علشان يمنع الكلام ويحط لسانه جوه بقه. هنخش في النقطة المضيئة وهي الدبابة إليو ديانج وعقد جديد لانج. إليو ديانج أبلغ النادي الأهلي بقبول التفاوض وعقد جلسة للتجديد عقده في انتظار إبراهيم كامارا اللي جاي للقاهرة إن شاء الله خلال 2-3. ده لو ما كانش موجود بكرة إن شاء الله. وهيتم تجديد عقد إليو ديانج الدبابة المالية عملاق خط الوسط اللي في الآخر قلنا بقى انه هيروح بيراميدز، وبيراميدز مش عارف ايه، والكلام اللي انتشر. ومن الكلام اللي منتشر
وسام ابو علي، وكوبري لممدوح عباس تقريبا ده كوبري 6 اكتوبر ما تفهمش ولا ايه، وان هو مستعد يدفع 3 مليون دولار عشان يهدي جمهور الزمالك بصفقه وسام. والله يا عم تبقى زي الفل لو عملت كده، اهو نستفاد بال 15% على 7.5 مليون دولار نبقى اتعشت. ولكن ده كان خبر مهم للاهلاويه ان اليو ديانج ان شاء الله موجود ومستمر بنسبة كبيرة في النادي الأهلي، وتجديد العقد أو تمديده في خلال يومين 3 أو أقصى تقدير شهر يكون الموضوع خلصان تمام، والأهلي يكون أمن لعيبته والدنيا تمام التمام. وإن شاء الله يعني دي كانت بعض الأخبار اللي موجودة على الساحة الرياضية. اوعى تنسانا بالشير واللايك والدعم، مش هيكلف حضرتك أي حاجة. أشوفكم في حلقة جديدة، سلام عليكم.